أنا صحيح مش بطلة القصة دي، بس أنا عرفت كل تفاصيلها. بتقول صاحبة القصة: أنا طول عمري كنت البنت اللي محدش بيحبها جوه المدرسة، مش عشان أنا وحشة، عشان أنا مش شبههم. من وأنا عندي 9 سنين حياتي كانت ماشية بشكل مختلف شوية عن باقي البنات اللي في سني. بعد المدرسة كان عندي تمرين 4 ساعات كل يوم. كنت شاطرة وبجيب ميداليات، وكان في ناس بتشوف الكلام دوت وبتسقف لي عليه. بس في حاجة مهمة محدش كان شايفها: الإحساس بالوحدة وقلة الحب اللي كنت بحسه جوه المدرسة. بره المدرسة حياتي كانت طبيعية جدا، حتى لو سريعة شويتين تلاتة. بس أول ما أدخل من باب المدرسة الإحساس ده بيبدأ. كان يومي بيمشي إني كنت بخلص مدرسة وأجري على التمرين، وبعده أرجع متأخر وأبدأ بسرعة جدا أخد دش، أذاكر، أتعشى، كله بسرعة، وأنام كام ساعة قليلة وأصحى تاني 6 الصبح وأعيد نفس اليوم بنفس السرعة. كنت حقيقي بتفرهد. بس أكتر حاجة كانت بتتعبني ما كانتش التمرين. اللي كان دايما تعبني إحساسي جوه المدرسة. بصراحة وقتها ما كنتش فاهمة ليه جوه المدرسة بس أنا اللي دايما لوحدي.